يوم 1 رمضان سنة 2013 هيدخل بيتكم مسلسل كل البنات بيعملوا له ري واتش لحد النهارده. مسلسل اتكلم بكل صراحة مفرطة عن أمي وأمك، أختي وأختك، مراتي ومراتك. مسلسل بنت اسمها زاد. الحقيقة يا شقيق إن المسلسل ده مش أنثوي زي ما أنت فاكر، ولا معمول للستات بس زي ما أنت متخيل. بس لما تاخد بالك هتلاقي إن المسلسل ده بيتكلم عن مصر الجمهورية، مش مصر الملكية. أول مسلسل وثائقي تشوفه في حياتك أو أنا أشوفه في حياتي، لأن دايما أسمع عن الأفلام الوثائقية أو أشوفها، إنما أتفرج على مسلسل وثائقي متبعلي إنه هو مسلسل درامي مدته 31 حلقة، دي اللي جديد عليا. الفكرة كمان إن المسلسل بيتحول لوثيقة تاريخية اجتماعية مش ملحمية. يعني ايه؟ يعني انت مش بتتفرج هنا على قصة حياة قائد حربي مثلا او قصة حياة بطل ثوري غير المجتمع بتاعه، لا، انت هنا بتتفرج على ابوك وامك وهم صغيرين، جدك وستك وهم برضو صغيرين، انت واخواتك وانتم صغيرين، وايه اللي مستنيكم لما تكبروا. كل ده بيحكولك الروائي الكبير صنع الله إبراهيم من خلال حياة زاد. لما تيجي تفكر ليه صنع الله إبراهيم اختار الست اللي يحكي من خلالها أو يأرخ مجتمع زي مجتمعنا، بيبدأ ميلاده سنة 52. خلي بالك يا شقيق، الرواية دي تم إصدارها سنة 92، يعني أحداث المسلسل اللي انت شفتها بعد التسعينات لحد 2011 كانت إعادة صياغة والتصور سردي لتكملة الأحداث من صناع العمل، واللي هي المخرجة كاملة أبو ذكري، وشاركها في الإخراج خير بشارة، وتأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني. وباين من طموح الصناع دول إنهم كانوا عايزين يكملوا العمل أو القصة ل 2011. بس السؤال اللي احنا محتاجين نسأله لنفسنا، هل عشان نؤرخ مجتمعنا وحياتنا الاجتماعية زي ما شفناها في المسلسل احنا محتاجين لثورة أو للتغيير بشكل عام، أو التوسيط بالطريقة الدرامية اللي احنا شفناها دي ممكن يحصل بمرور الزمن بدون أي ثورات أو تغييرات؟ وهل فعلا ممكن نشوف ذات تاني ما بعد 2011 هتبقى عاملة ازاي؟ وهل في حد أساسا مواليد يوم 23 يوليو سنة 52 لسه عايش لحد النهاردة؟ ولو لسه عايش يا ترى هو شايف البلد ازاي بعد كل التغييرات اللي حصلت فيها دي؟ كل الأسئلة دي يا شقيق جت في دماغي وأنا بتفرج على المسلسل تاني بعد ما كبرت شوية. طبعا انت مش محتاج اقول لك ان زاد في رواية صنع الله إبراهيم وفي المسلسل هي مصر، احنا متفقين على ده من الاول، مصر الجمهورية. لكن هو ليه ما يكونش عبد المجيد اوف كورس مثلا هو مصر؟ اقول لك عشان احنا دايما بنتكلم عن مصر بصيغة المؤنث، احنا دايما بنديها صفة الامومة من غير ما نقصد، زي مصر هي امي، نيلها هو دمي، او مصر ام الدنيا. ليه مش ابو الدنيا؟ معرفش. مصر قاهرة الاعداء، ليه مش قاهر الاعداء؟ برضو معرفش. بس قبل ما تشوفيني عزيزتي الشقيقة ذكوري متعفن زي عبد المجيد اوف كورس اللي كان كابت ذات اغلب الوقت، لازم تعرفي ان انا مؤيد هذه النظرة، وان الوطن دايما بيتم وصفه بالام او الامومة، لانه هو اللي المفروض يحتضن ابنائه، وهو برضو اللي يخلي ابنائه ليهم انتماء ليه، ليهم جنسية وليهم ارض ينتموا ليها، حتى لو كانوا ناقمين عليه أو عاوزين يسيبوه ويعيشوا في حتة تانية زي حسن أخو زاد وهدى صديقة عمرها. في النهاية الوطن هوية كل إنسان عايش على الأرض دي يا شقيق، سواء كان فاسد زي وجد الشنقيطي أو شريف زي عبد المجيد أوف كورس. في النهاية هما الاتنين ساكنين في عمارة واحدة، بل في دور واحد، وبيزوروا بعض في المناسبات. ومسلسل بنت اسمها زاد كان أصدق رواية تتعرف فيها على مصر الجمهورية. زاد اللي بتتولد مع خطاب الرئيس الراحل أنور السادات ببيان الثورة على الشعب، زاد اللي بتنمو وتتكون على ثقافة زي انتصار اللي هتطاهر بنتها عشان ما تطلعش قليلة الأدب أو منحلة، زاد اللي حسن أخوها هيستغلها عشان يقرب من هدى صاحبة عمرها فتنخدع عاطفيا وتفتكر إن صاحب حسن بيحبها لما كتب لها جواب غرامي كان كاتبه ليها، وتفضل زاد مخدوعة عاطفيا لحد ما تخش الجامعة. وبتتكرر الخدعة تاني لما بتحب عزيز الثوري اللي عنده أفكار التغيير والحرية والإيمان بالتجديد، لكن بتتفاجئ إنه بيحب صفية صاحبتها في الجامعة وبيتخطب. وزاد بتفضل مخدوعة عاطفيا لحد ما بتحصل لها أحلى خدعة عاطفية في حياتها، وهي عبد المجيد اوف كورس. عبد المجيد اوف كورس يا شقيق غير تون المسلسل 180 درجة، حوله من رحلة ذات للبحث عن ذات
لمتاهة ذات بين انها مبسوطة ولا مش مبسوطة مع عبد المجيد. اوف كورس ذات يا شقيق ما كانتش بتحب عبد المجيد زي محبة عزيز مثلا، لكنها اختارت عبد المجيد عشان حست انها بقت لوحدها، كل اللي حواليها بيسيبوها وبيمشوا. ده حتى عيد ميلادها اللي كان عيد قومي وحدث رئيسي في عهد عبد الناصر بدأ يقل الاهتمام بيه واحدة واحدة من اللي حواليها، وما كانش فيه غير عبد المجيد هو اللي بيفتكره، لحد ما بيجي عليه وقت وينساه برضه، زي ما انت برضه جه عليك وقت ونسيت عيد ثورة يوليو والمصلحة اللي بتجيلك من اليوم ده انه بيبقى اجازة رسمية، واهتمامك بيه ما بيكونش زي اهتمامك بيوم 6 اكتوبر الحرب المجيدة اللي تأثيره فينا باين وواضح لحد النهاردة. السؤال بقى، هل هيجي وقت واحتفالنا بيوم زي 6 اكتوبر هيقل زي ما احتفالنا بيوم 23 يوليو قل برضه، ولا دي نقرة ودي نقرة؟ المهم ذات لما كانت بتتجوز عبد المجيد اوف كورس كان اهم حاجة بالنسبة لها انها تهرب من تحكم امها فيها الزيادة عن اللزوم، انها ما تكونش لوحدها بعد ما اصحابها كلهم اتجوزوا وهدى وحسن هاجروا امريكا، لكن ذات بالتبعية بتتنقل لتحكمات عبد المجيد، ولكن بسقف تحكمات اقل وسقف حريات اعلى. وبالمناسبة الزمن اللي ذات اتجوزت فيه عبد المجيد اوف كورس هو زمن السبعينات، يعني عهد السادات، فبالتالي في تحكمات اقل وسقف حريات اعلى. ولكن هنا ذات بتتصدم بواقع الجواز وحلم ليلة الدخلة اللي بتكون في خيال كل زوج أو زوجة إنها ليلة العمر. حتى ذات لما سألت هدى اللي اتجوزت قبلها وقالت لها الجواز إيه أخباره، هدى قالت لها الجواز حلو أوي أوي يا زوزو، لكن ذات بتكتشف إن هدى كانت بتكذب عليها، لأن أول كلمة قالتها ذات بعد ليلة الدخلة إنها علقة. عبد المجيد وذات كانوا مثال رائع للناس البسيطة اللي عندهم أحلام بسيطة وعايشين حياتهم بشرف ونزاهة، وعايشين حياتهم بسياسة الحياة الطبيعية، بناكل كويس ونشرب كويس واللمبة الحمراء بتقدس كويس عند عبد المجيد، ونخش في عشرة ومعاشرة مع الجيران، ونكون صداقة عميقة مع وجدي الشنقيطي وسميحة مراته اللي كانوا من نفس مستواهم بس أحسن شوية، ولكن الجيران لبعضيها محدش أحسن من حد، وعشان نحسن من نفسنا نبدأ نخش في مشاريع صغيرة يمكن تضرب معانا وطبعا بتنتهي بالفشل، ولكن لسه حلم ذات انها تحسن من دخلها ومن حياتها هي وعبد المجيد موجود، فبتقنعه ان يسافر الخليج ويسافر عبده الخليج. وهنا بتتحرر ذات وتقوي علاقتها بسميحة وسهير، واخيرا بتنطلق ذات وتنفس عن نفسها شوية، لكن انتصار بترجع لها تاني، والسلطة الأممية اللي كانت بتمارسها عليها انتصار في أول المسلسل بترجع تاني، لكن مع تحكمات أقل وحريات أكتر. وبالمناسبة دي كانت فترة الثمانينات، يعني عهد حسني مبارك، فسقف حريات أعلى تحكمات أقل. ولاحظ إن دايما حياة ذات مع كل رئيس جمهورية بيبقى حجم التحكمات أقل وسقف الحريات أعلى. المهم ذات بتجدد المطبخ والأنتريه والسفرة، وبتجيب فيديو لبناتها، وبتدخل البنات مدارس لغات، وكعادة كل الزوات في الفترة دي وبعد فشل المشاريع السابقة ذات بتحط النسبة الأكبر من حوالة الفلوس اللي بيبعتها لها عبد المجيد في شركات توظيف الأموال. وطبعا انت عارف النتيجة، كأن ذات مكتوب عليها الشقة والقعدة على مكنة الخياطة. وبالمناسبة ذات قبل ما عبد المجيد يسافر جددت الحمام، لكن حلم تجديد الحمام ده كان وراه رمزيات وإسقاطات عظيمة جدا. معرفش هل صناع المسلسل قصدينها ولا لأ، لكن أكيد هم كانوا يقصدوا معنى واحد، إن الحمام لازم يتغير. مسلسل بنت اسمها ذات يا شقيق ما بيخلصش هنا، بل بالعكس انت بتشوف تطور كل البني ادمين اللي ماشيين حواليك في المجتمع من غير ما تحس. بتشوف حسن اللي اتغرب وعاش في امريكا ودفع ثمن غربته دي انه معرفش يدفن ابوه، وانه لما جه زار مصر حضر الحدث الارهابي الشهير في الاقصر واللي اكد له صحه نقمه واعتراضه على الحياه في البلد دي، فبيسافر مصر هربان من الارهاب فيموت من الارهاب في امريكا بلد الحريات. وعياله الاتنين اللي ابن منهم بينضم للجيش الامريكي ويبقى من ضمن القوات تغزو العراق وقت الحرب مع صدام، وابنه التاني اللي بيعيش في متاهة عودة المواطن الباحث عن وطنه وعن هويته. بتشوف عزيز الثوري السياسي اللي عاش حياته كلها هو وصفية مأمنين بأهمية التغيير والحريات، وما عندهمش مشكلة خالص مع الاعتقالات والحبس والهروب طول الوقت مقابل تحقيق حريتهم. عزيز اللي دخل معتقلات مصر كلها وبتشوفه وهو خلاص مهدود حيله من النضال، وعايش هو وصفية
بيتشاركوا أحزانهم على أحلامهم اللي اتدفنت. بتشوف سعد أبو زاد اللي مات من كتر حزنه على اللي بيحصل في مصر في عهد عبد الناصر، مرورا لعهد السادات وهو بيعمل معاهدة السلام وسعد قناصري. فازاي ده يحصل؟ فيموت حزين من الأخبار اللي بيقراها كل يوم عن بنته، قصدي عن بلده. وبتشوف برضه تعبه بسبب إدمانه للكحول اللي كان مخبيه على كل اللي حواليه حتى مراته. بتشوف وجدي الشنقيطي الفاسد اللي فساده نابع من رغبته في الغنى وتحقيق المكسب بأي وسيلة وأي طريقة، ومراته سميحة الفلاحة البسيطة اللي اتجوزته وهي عندها 18 سنة وقررت تطلق منه لما عرفت انه تسبب في وقوع عمارة صاحبة ابتهال بنت زاد وقت زلزال 91. بتشوف انتصار الأم والجدة الجدعة المتمسكة بالعادات والتقاليد والعرف طول الوقت، حتى لما هتشرب سجاير هي وصاحبتها هيبقى في المطبخ من ورا سعد جوزها. انتصار كانت مراية واضحة للعرف والعادات والتقاليد. وبالمناسبة ده أعظم دور عملته انتصار في تاريخها الفني كله. الست دي كانت بتخلي جسمي أشعر وهي بتمثل. بتشوف عبد المجيد أوف كورس الأب المصري كما يقول الكتاب، والموظف المصري كما يقول الكتاب، والمغلوب على أمره كما يقول الكتاب، والمواطن الشريف كما يقول الكتاب برضه. وحقيقي عبد المجيد أوف كورس كان تجسيد حي للراجل اللي عاوز يعيش الحياة بهدوء، يعيش على قده ويربي عياله على قده، واللمبة الحمراء تولع برضه على قده. عبد المجيد أوف كورس كان مراية بينعكس فيها العنصر الذكوري في مجتمعنا. مش محتاج أقول لك اللي من أكتر اللحظات الممتعة اللي كنت بشوف فيها باسم سمرة بيمثل كان وهو بيعمل عبد المجيد أوف كورس. زاد السبب في كل كلمة اتقالت في الحلقة دي يا شقيق. زاد اللي ما تقدرش ما تشوفهاش أمك في وقت من الأوقات أو حبيبتك أو حتى أختك. زاد كانت اسم على مسمى. ذات الهمة زي ما سماها أبوها، دايما هتلاقي عندها همة وتطلعات إنها تحسن من حياتها، حتى وإنت بتشوفها أغلب الوقت مغلوبة على أمرها، لكن دايما هتلاقيها بتحاول تعيش أحسن. ذات اللي لما عبد المجيد بيخليها تشتغل في أول جوازهم عشان يحسنوا مستوى دخلهم، ما بتشتغلش أي شغلانة كده وخلاص، لأ، اشتغلت مونتيرة في مبنى مسبيرو اللي بيعتبر هو الذاكرة الأولى والأخيرة لكل حاجة بتحصل في البلد دي، طبعا قبل اختراع الإنترنت. وده كان تأكيد أكتر وأكتر من صناع العمل على إن ذات الهمة هي مش مجرد رمز للجمهورية اللي بدأت مع ثورة يوليو أو حتى رمز لمصر. أنت هنا بتختزل شخصية درامية تم طرحها ومناقشتها بالعبقرية اللي اتعملت في الرواية والمسلسل، وكان الغرض منها التوسيط أو التأريخ أكتر بكتير قوي من الترميز أو حتى طرح آراء وأفكار. في المسلسل ده شقيق أنت شفت كل حاجة، شفت الحاجة وعكسها زي ما بتشوف دايما في بلدنا الحبيب مصر. مسلسل زي ده احنا محتاجين يتعمل زيه تاني من حين لآخر، عشان المسلسل ده ميزته الحقيقية في انه مش بيحكي لك عن بطل اسطوري عظيم تحبه او عن نظام سياسي معين انت مؤمن بافكاره او معارضها. بالعكس، المسلسل ده بيأرخ حياتك انت بكل تفاصيلها الاجتماعية من غير حتى ما يحكم عليك. سلام يا شقيق.